أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم مشكلة ومش لاقيين لها حل ابعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات وإن شاء الله هنلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. أنا خالد، عندي 42 سنة، اتربيت في أسرة متوسطة زي أغلب البيوت المصرية. أبويا كان عنده محل ميراث من والده وكان موظف حكومي، فكان بيدير المحل جنب شغله علشان يوفر لنا حياة كريمة. أنا ولد وحيد على 4 بنات. ابويا وامي كانوا دايما بيميزون عن اخواتي البنات، وعلشان انا الولد الوحيد كانت كل طلباتي اوامر، وكانوا بيجيبوا لي كل حاجه وممكن ما يجيبوش لاخواتي اصلا. حتى امي كانت بتزعل لو حد قال لها يا ام منى، وكانت تقول لهم انا ام خالد. وحتى لما كنت بغلط في اخواتي البنات او اتخانق معاهم ابويا كان دايما بيقف في صفي ويقول لهم ده راجل البيت. اخواتي البنات كانوا متفوقات جدا في دراستهم، اما انا كنت بطلع السنه في سنتين. وجيت الجامعه خلصتها في 6 سنين، وبعد ما اتفصلت من ثانوية عامة علشان استنفذت مرات الرسوب دخلوني ثانوي خاص. بعد بقى ما اتخرجت أبويا بدأ يعتمد عليا في تجارته، وبعدها أبويا توفى وإخواتي البنات جالهم عرسان وبدأوا يتخطبوا ويتجوزوا، فجهزتهم بأقل إمكانيات لأني كنت شايف إن ده مناسب وكفاية عليهم كده. حتى أمي كانت بتشجعني وعمرها ما اعترضت، وبدأت المشاكل بينا. هم عاوزين حقهم في البيت والأرض المباني والتجارة، لكن أنا قلت لأمي أنت عاوزة شقة وتعب أبويا يروح للغريب؟ وكان كل ما اخواتي يجوا ويقولوا لامي حقنا كانت بتقول لهم اخوكوا هيبقى يديلكم، ما تستعجلوش. لحد في يوم اكتشفت انه ارض المباني باسم امي مش باسم ابويا، فقلت لها لازم تنقليها ليا، ولا عاوزه اخواتي البنات وجوازهم يستفيدوا بيها وياخدوها بعد عمر طويل ليكي. وبالفعل كتبتها لي، وبعدها بدأ الاهل يتدخلوا ان اخواتي ياخدوا حقهم. فجات لي فكرة جهنمية، واتفقت مع أمي إنها تقول لهم يعملوا لي توكيل عام بس بمدة محددة علشان أخلص شوية مشاكل مع الضرايب وأديهم حقهم. في الأول كانوا قلقانين، وبعد كده عملوا لي التوكيل، وتاني يوم نقلت كل حاجة باسمي، البيت والمحل. فجم بعدها يقولوا لي حقنا، قلت لهم مالكمش حاجة. وبعد كده بدأت تجارتي تكبر، وأمي قالت لي أنت كبرت ولازم تتجوز. قلت لها أنا بحب بنت وهتجوزها. قالت لي إنها مش مناسبة ليا، بس أنا أصريت عليها واتجوزتها غصب عن امي في نفس الشقه بتاعه والدي. وبدات المشاكل بين امي ومراتي، وحياتي بقى الجحيم. فبنيت فوق السطح اوضه وحمام لامي تقعد فيها، وما كانتش موافقه وقالت لي عاوز تخرجني من بيتي اللي تعبت فيه عمري كله وتقعد الجربوعه دي فيه. قلت لها ما ينفعش ابني لنفسي او اجيب شقه بره، كده انا هدفع فلوس كتير. فامي رضيت وطلعت فعلا، بس كانت دايما حزينه. وبعدها كانت لما بتكلمني او تطلب مني حاجه اطنش لاني كنت دايما مشغول. وماتت بعدها بسنتين تقريبا. وقبل ما تموت اخر حاجه قالتها لي انها غضبانه عليا. واخواتي جم تاني وقالوا لي عاوزين حقنا، فطردتهم واتدخل الاهل. واخواتي قالوا لي هنرفع عليك قضايا، فمراتي قالت لي انقل البيت والارض باسمي علشان لو رفعوا عليك قضايا مش هيلاقوا حاجه. وبالفعل قلت لها هنقلك الارض، ونقلتها وخدت وصل امانه عليها وحطيته في الدولاب. وبعدها وصلني ان اخواتي مش هيوقفوني في المحاكم قصادهم واستعوضوا ربنا. فقلت لمراتي خلاص رجعي لي الارض. قالت لي هات لي وصل الامانه. قلت لها خلاص ماشي. جيت ادور عليه في الدولاب ما لقيتهوش. قلت لها خلاص مش مشكله، رجعي لي الارض في الشهر العقاري. قالت لي مستحيل الا اذا جبت لي الوصل. قلت لها ازاي كده، انت مش واثقه فيا؟ فقالت لي انت كده اللي مش واثق فيا. واتخانقنا وضربتها وراحت بيت اهلها. وتاني يوم اخواتها جولي البيت وتهجموا عليا وضربوني، ورفعت عليا قضيه طلاق وكسبتها، وقضيه نفقه وقايمه وحضانه وقضايا كتير جدا. وحياتي اتحولت لجحيم. كل يوم يا في الاسم يا هربان لان عليا حكم، وجالي الضغط والسكر. قلت لها ارجوك تنزلي عن كل القضايا ومش هقولك ترجعي الارض. فهي رفضت، وبعدها بفتره بسيطه لقيتها اتجوزت وسابت الولاد عند ابوها وامها، وباعت الارض وبتصرف بيها على جوزها وابنها منه وراميه ولادي. دلوقتي عاوز اخواتي يسامحوني لاني لقيت نفسي فجاه وحيد. انا كرهت الجواز ومستحيل اتجوز تاني. تنصحيني بايه؟ لصاحب المشكله. كل حاجه بنعملها في حياتنا بنجزى عنها سواء في الدنيا او الاخره. احنا بندفع تمن عادل على اختياراتنا في الحياه. الحياة مش اعتباطية، احنا بنجني ثمار اللي زرعناه. للأسف انت اتربيت بطريقة غلط، وأول حد اتأذى من تربيتك دي أبوك وأمك اللي ربوك، لأنك للأسف اتربيت على الأنانية وشعور رهيب بالاستحقاق لأي شيء حتى لو مش ملكك. وبصراحة أنا مستغربة جدا من موقف والدتك، إنها ساعدتك في مخططك وإنك تقدر تاخد حقوق إخواتك. ومش بس كده، دي عملت اللي بيسميه خبراء العلوم السياسية مؤامرة الصمت، وده بيعتبروه أسوأ أنواع المؤامرات. كانت عارفة انك هتنقل البيت وبتخدع اخواتك وسكتت على ظلمك ليهم، رغم انهم المفروض بناتها زي ما انت ابنها. والاغرب انها بدل ما تعملها كويس نفتها لسطح البيت وخرجتها من بيتها اللي فضلت فيه سنين. اما بالنسبة بقى لمراتك، انت زعلان ليه دلوقتي؟
هي بتحكمها نفس القيم الأخلاقية بتاعتك، ما شافتش منك عدل مع اخواتك علشان تطلب منها تعمل زيك. هي شايفاك سرقت اخواتك فاستحلت لنفسها سرقتك. وتعاونها معاك فكرني برواية للأديب الفرنسي لاكلو اسمها العلاقات الخطرة، كان بيتكلم فيها على اتنين متآمرين، فتحديدا بيقول: لقد كان مثل للصين يعملان معا ويجمعهما تقدير متبادل من كل منهما للآخر لعمله، لكن التقدير لا يرقى أبدا إلى حد الثقة. وهو ده بالظبط اللي حصل معاك انت ومراتك. علشان كده من المضحك انك تقول لها ازاي انت مش واثقة فيا، فهي ترد عليك وتقول لك: هو انت مش واثق فيا؟ وبعدين شفت الفرق بينها وبين اخواتك البنات اللي مرضيوش يوقفوك في المحاكم رغم ان لهم حق شرعا وقانونا. بالنسبة بقى لإنك ندمان ومستعد تعترف بالخطأ في حقهم، قبل أي حاجة الاعتراف بالذنب والندم مش كافي لتكفير الذنب لو كان متعلق بحقوق الآخرين. لازم ترد الشيء لأصله وترجع حق إخواتك البنات، حتى لو هتطلب منهم إنهم يصبروا عليك لحد ما تقسط لهم المبلغ. ولما تعمل كده هتلاقيهم تلقائيا رجعوا يحبوك ويزوروك، وكمان كل قرايبك هيحترموك وترجع العلاقات طيبة. وفي الآخر بتمنى لك حياة سعيدة.